ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهارده فيلم حكاية اهم عندي تتابعوني ليه. وفيلمنا بيبدأ ببنت وهي بتتعرض للتحرش في الاتوبيس، لكن ما بتعرفش تعمل اي حاجة، واول ما الاتوبيس بيقف بتنزل منه على طول وبتوصل لبيتها وبتقول لكتتها انا مش هنزل الشغل تاني ولا الشارع تاني من هنا ورايح. وبتقول لها ليه؟ فالبنت مش بترد عليها وبتفتكر اللي حصل وبتطلع على طول على الأوضة بتاعتها. وكتتها بتفهم ان حصل معاها حاجه هنا ضايقتها، وبعد شويه بتنزل البنت بتقعد مع كتتها وبتقرا هنا في المجله، بس كتتها بتقول لها الكتب اللي انت بتقري فيها دي عمرها ما هتنفعك. والبنت بتقول لها امال ايه الكتب اللي هتنفعني؟ وبتشاور لها كتتها على الكتب الموجوده في المكتبه، والبنت مش بتكون حابه النوع ده من الكتب، وكتتها بتقول لها انا هقرا لك الكتاب هاتي واحد منهم. والبنت بتقول لها بابا قال لي ان انت اللي كتبتيهم وانت في الختمه. وبتفضل تشاور البنت هنا على الكتب، وكتتها بتقول لها لا لحد لما بتيجي هنا عند الكتاب ده، وكتتها بتفتكر مشاهد هنا من الماضي وشاورت ليها ان هي تجيبه. وبتاخد البنت الكتاب وبتفتحه ساعتها، وبيظهر ليها مشهد لفيلة هنا وراجل عاجز ويقول لواحد تاني خلاص وقتك جه. وبيظهر ان الكتاب ده فيه قصة مؤلمة قوي، وبتدي الكتاب هنا لكتتها، بس بيقع هنا على صورة وبتكون صورة اب وفي واحد قاعد جنبه. والبنت بتقفل الكتاب وبتديه لكتتها، وبتظهر قدامنا هنا قرية وفيها احتفال والناس كلها هنا مبسوطة وسعيدة، بس في بنت هنا لابسة اسود وغريبة قوي وبتخرج من الباب، والكل هنا ساعتها بيسكت. وبيظهر كمان راجل كبير قوي في السن وبيعمل طقوس وبيحيي الناس، وفي شاب بيكون ماسك ورقة مولعة والنار بتقع هنا على الالعاب النارية وساعتها بتنفجر. والبنت والراجل هنا بيقفوا قصاد بعض وبيطلع لها سلسلة وبتلبسها وبتكون زي اللي موجودة في رقبته بالظبط وبيمشوا. وبنشوف هنا المحامية سهان واقفة بتبص عليهم. وفي قرية تانية بنشوف بنت قاعدة عمالة تعيط، وفي رجالة هنا بيرخموا عليها، والراجل العجوز بيسمعهم وهو بياكل. والست بتاعة المطعم بتقعد تتكلم هنا ان الشباب اللي بره دولت بيشتروا الناس وبيحولوهم لعبيد. وفي واحد سكران هنا بيجي بيبيع مراته كعبته هنا مقابل الفلوس، والراجل العجوز كل ده بيكون قاعد وسامع كل حاجة. والست الحامل بترفض ان هي تروح معاهم، فالمشتري ساعتها بيقول له خليها توافق والا انا مش هاخدها هنا معايا. وبتحكي الست اللي بتطبخ ان في واحد اسمه جاي كان تاجر عادي، بس بعد كده بقى تاجر عبيد ورشا الحكومة كلها وبقى عنده نفوس ملهاش حدود. والبنت اللي كانت بتبكي بيجبرها رجالة شيء انها تغني، والراجل السكران بيضرب مراته، والبنت ساعتها بتوافق ان هي تغني علشان باباها. وهنا بيقف الراجل الكبير وبيمسك الراجل اللي بيضرب مراته هنا وبيضربه بالقلم وبيطيره ساعتها. والبنت بتبدأ هنا تغني له هو، وبيهجموا رجالة كتير وهو بيقدر يتغلب عليهم وبيروق عليهم كمان. ولسه هيرجع للراجل اللي ضرب مراته، بس الست هنا بتتركاه ان هو يسيب جوزها، وهو ساعتها بيسيبه علشانها وبيقول له الاطفال والنساء نعمة حافظ عليهم. وبتيجي هنا الشرطة وبتكون الصابطة هنا واحدة ست وبتكمل على الباقي هنا طرب، وشكلها مفترية قوي ما بترحمش حد. والمساعد بيقول لها الراجل ده هو اللي انقذ القرية قبل ما احنا نيجي. وبتروح للراجل وبتسأله انت مين ومين البنت دي؟ فبترد البنت وبتقول لها انا اسمي كنكة. وبتقول البنت ان ده ابويا واسمه فيدا. وبتسأله ايه اللي في الشنطة بتاعتك دي؟ والبنت ساعتها بتطلع الطوبة من الشنطة، والصابطة راما هنا بتاخدها وبتقول لها لو حد ضايقك ما تتردديش ان انت تضربيه. وبترجع ساعتها كنكة هنا الطوبة بتاعتها، وبتاخد كنكة هنا باباها وبتمشي. وبنشوف سان وبيوقف عربية هنا وبيجي يركب، بس بتشوفه ست كانت راكبة وبتديله بالرجل وبتكون هتموته، بس الناس هنا بينقذوه هنا منها وبيطلع اسمها بيار. وبنشوف كنكة وهي واقفة قدام اسم الشرطة والنور بيقطع، وبيكون في نار هنا ماسكة في محل، والصابت ساعتها بيطلع كل الصباط يشوفوا ايه اللي حصل. وبتدخل هنا كنكة وبيحاول يتحرش بيها، بس بيشوف ساعتها فيدا فبيصرخ هنا الصابت باساميهم وبيمسك سلاحه، بس فيدا بيرميه هنا منه وبيخنقه هنا بسلك. وكنكة بتمسك الطوبة وبتضربه بكل عنف لغاية لما هو بيقع هنا ويموت ساعتها. وبيجي واحد من الصباط وبيشوف اللي حصل، بس ساعتها بيقف هنا وبيكون مرعوب. وبيخرج فيدا هنا وبنته من القسم، وكنكة بتكون نايمة بس بتصحى هنا وبتخرج حاجة من شنطتها وبتروح على النهر، وبتكون في ايديها تومية خشب وبتحطها في المية. وبيبص فيدا هنا لبنته وبيكب كاس كمان في المية وبيولع فيه، وهي بتمسك ساعتها حجر وكأنهم بيستعدوا لحاجة جديدة. وبيروحوا يقعدوا هنا في المكان ده وبيكلهم سان وبيقول لهم الجريمة هنا اتعرفت. وبتكون المفتشة راما بتعاين الجريمة وبتشوف ساعتها الحجر، والظابط اللي شاف الجريمة بيحكي كل اللي شاف ان في راجل هنا وبنت كان عينيهم فيها كلها شر وانتقام كبير كمان. وبتيجي المحامية هنا سهان
وبتسلم على راما وبتحكي لها حكايه فيتا اللي كان موكلها قبل كده من كام سنه. وبنرجع للماضي 20 سنه، وفيتا كان شخص هنا شجاع وبيدافع عن كل الناس وكل اهل قريته بيحبوه قوي. وفي يوم واحد هنا بيكون اسمه بيرا وبيسرق مفاتيح المعبد، بس بيشوفه ساعتها سان وبيروح بيرا هنا يفتح المعبد، بس بياخد طلبه هنا من فيتا وبيجي اهل القريه كلهم ويعلقوه هنا على الشجره وبيقعدوا يفكروا هيسلخوه ولا هيشووه. بس بتيجي هنا الشرطه وبيكون ساعتها الظابط الاقرع وبيكون عمل مشكله قبل كده مع اهل القريه، وفيتا ساعتها بيهتته وبيحط فيتا المنكل هنا على رقبته وبيخليه يعتذر لكل القريه وياخد كمان بيرا وبيمشي كمان. بس بنلاقي اهل قريه تانيه جايين كلهم وبنكتشف ان النهارده كان فرح بيرا على بنت عمته اسمها بوشبا، وبتكون هاديه قوي وجميله جدا، وجده البنت بتكون عصبيه قوي. بس سنكاري ساعتها بتقول لها اهدي بدل ما اجيبك هنا من شعرك. وسنكاري لما بتعرف اللي حصل للبنت بتقول لفيتا احنا خربنا حياه بنت كده، اللعنه هتلحقنا باقي العمر. واهل القريتين ساعتها بيتخانقوا مع بعض، بس فيتا بيروح ناحيه بوشبا والكل ساعتها بيتفاكر ان هو بيلبسها طوق الجواز. وسنكاري بتفرح قوي وبتقول له مبروك قوي يا حبيبي. بس كتتها هنا بتكون متضايقه جدا، وبيفضل اهل القريه هنا بيمتحوا في فيتا ان هو عنده هنا فتانين ياسمين، وفعلا بياخدوا هنا الاتوبيس وبيروحوا هنا. بس الكمساري الرخم بيقول له ايه ده، هو انت هتتجوز وده بمزاجك ولا حد مهتتك؟ انا مستعد اوقف الاتوبيس واخليك تهرب هنا على طول. بس سنكاري بتقول له هنا خليك في حالك. وفي القريه كل الناس بتكون سعيده الا سنكاري وكده العروسه، وسنكاري ما بترضاش ان هي تاكل هنا ومفكره ان هم حاطين لها سم. وكده العروسه بتقول لها انت رجل جوه ورجل بره، وكمان الاولاد بياكلوا من نفس الاكل. وبالليل بتكون اول ليله هنا فيتا ومراته سوا، وسنكاري هنا بتشجعه وسان كمان. وبيدخل فيتا هنا الأوضة وبيقول لبوشبا ساعتها هو انت مكسوفة؟ وساعتها هي بتلف هنا ليه وبتكون نظرتها هنا خطب قوي وبترمي عليه هنا المنكل وبتقرب منه وبتقول له اوعى دماغك توديك لبعيد، انت دخلت الأوضة بتاعتي ليه؟ ويقول لها علشان اطمن عليك. فبتقول له انت اطمئنيت خلاص يلا اطلع بره. وبيخرج ساعتها فيتا وبيقول لسنكاري البنت خجولة قوي علشان كده سبتها النهارده وخرجت على طول. فبتقول له ساعتها بس عليها رمية خنجر. وبيقول لهم فيتا اللي حصل ده سر ما بيننا علشان شكلي قدام اهلها. وطبعا ساعتها بيقولوا له سر. وتاني يوم الصبح بيطلع اهل القرية كلهم وعارفين اللي حصل امبارح بالتفصيل، وبيمسك فيتا هنا سنكاري وبيقول لها هو ده السر، وبيجي ياخد مراته خلاص وهيمشي. بس كتتها بتفضل تتريق على فيتا. فبوشبا بتقول لكتتها تعالي كده دقيقة. واول ما بيقفلوا الباب بنسمع صوت قلم، وبوشبا بتقول لكتتها عارفه لو سعقتي الكوسي تاني هعلقك، خلاص الراجل ده بقى جوزي حتى لو انا مش بحبه لازم احترمه. ولما بيطلعوا هنا كتتها بتقول له ابن حبيبي يلا علشان تمشوا هنا وما تتاخروش. وبياخدها هنا فيتا وبيركبوا نفس الاتوبيس، والناس كتير هنا بيوقفوا الاتوبيس علشان يباركوا هنا الفيتا وبيدوا الهدايا. ولما بيوصل على البيت سنكاري بتقول له انشف كده وادخل اتكلم معاها. فبيقول لها فيتا طب تعالي معايا والنبي، وتقول له لا يا اخويا انا لسه صغيره وعايز اعيش. فبيجي هنا يدخل بس مراته بترمي عليه خنجر تاني وبترمي له كمان فرشه بره البيت علشان ينام عليها. وتاني يوم بتيجي سنكاري واصحابه وبيلاقوه نايم بره البيت. فبتقول له سنكاري حاول تكسب قلبها الاول واعمل لها عقد من الياسمين، ده انت عندك فتانين ياسمين، واسرع حبك كمان في قلبها زي ما انت بتسرع الياسمين هنا في القريه. وبنشوف فيتا وهو كبير ومعاه بنته وسان كمان، وبيحكي لهم سان عن قريه مؤمنه هنا عندهم كاهن اسمه نانشا وبيحترموا هنا كل القريه، حتى زعيمهم اللي عنده بنت معاقه ذهنيه عندها 8 سنين. ومن تقاليد القريه ان لو شخص هنا متهم في جريمه بيربطوه على خشبه وبيولعوا شعله، وبيقول الكاهن هنا تعويذه، ولو الشخص ده بريء النار ساعتها بتنطفي، ولو هو مجرم بيتحرق في النار. وبنشوف بنت رئيس القريه وهي بتشرب القطط، والكاهن كمان في بيته بيشرب القطط. بس فيتا ساعتها بيقدر يخطف هنا الطفله ويدخلها بيت الكاهن وهو نايم، وبتشوف قطه فبتمشي هنا وراها وبتلعب معاها. واهلها هنا لما بيكتشفوا اختفائها بيدوروا عليها، وكمان اهل القريه كلها. وبترش كنكه هنا على البنت مسحوق، فالبنت هنا بتقعد تهرش وتصرخ هنا، والكاهن بيصحى هنا ساعتها وبيحاول يسكتها، بس اهل القريه بيسمعوها. وواحد هنا بيروح بسرعه يجيب البنت وبيشوف الكاهن ويقول ان هو كان بيتحرش بيها، بس معظم الناس هنا بترفض ان هي تصدق ان هو عمل كده، بس الباقي بيصدقوا وبيقولوا خلاص الكاهن الكبير هو اللي
هيفصل ما بيننا، وبيربطوا هنا شنشة. بس الغريب ان النار هنا بتفضل والعة، معنى كده ان هو اخطأ ومكرم كمان. فشنشة هنا ساعتها بيتعصب قوي، والناس بتقول له انت كافر، وبيحتفوه كمان بالطوب. وبيجي فيتا هنا وكنكة اللي بتطلع الحجر من شنطتها، وساعتها شنشة هنا بيعرفهم وبيقول لهم سامحوني، بس فيتا هنا بيضربوا بالخنجر، وكنكة هنا ساعتها بتحتفه بالحجر وبيموت ساعتها. وبتيجي المفتشة راما ورئيس القرية بيحكي لها كل حاجة حصلت، وان راجل غريب من بره القرية وبنته كان عينيهم هنا مليانة شر وانتقام كمان، وهم اللي قتلوه. وبنشوفهم ماشيين مع بعض، وكنكة ساعتها بتاخد حجر تاني من على الارض وبتعينه معاها، وواضح ان لسه في انتقام تاني. وبنشوف كنكة وهي بتحط نفس التمثال الصغير في المية، وفي ده بيتخيل مراته هنا بوشبة موجودة معاه. وبنشوف شارع كله هنا بنات ليل، ودي بتكون بيار، وبيجي واحد عجوز ليها، وهي ساعتها بتطلب منه مبلغ كبير قوي، وهو بيوافق، فبتطلب منه ضعف المبلغ، وساعتها بيمشي. وبيجي لها شابين هنا وبيطلبوا منها تروح معاهم، بس هي بتقول لهم لا، انا عمري ما اكون مع اتنين مرة واحدة. وبيقول لها انا ابني السعيد، وساعتها بتضربه بالقلم وبتقول له سلم لي على ابوك يا حبيبي. وبيرا بيكون خرج من السجن لانه رشا الضابط الاقرع هنا والمحامي بتاعه كمان. وبيروح بيرا هنا لبوشبة وبيقول لها تعالي معايا وهنتجوز على طول، فبتقول له انا متجوزه خلاص وعمري ما هسيبه حتى لو مش بحبه. وبتسيبه ساعتها هنا وبتمشي، وتهدده وتقول له ما تجيش هنا تاني، جوزي مجنون، وبتمشي ساعتها. وفيتا هنا بيشوف بوشبة وهي بتجيب الياسمين، وسنكاري بتقول له نادي عليها، وهو ساعتها بيتلكلك، فبتقول له اجمد شويه، وبيغني لها ساعتها فيتا، وبيفضل يتغسل فيها وبيمشي وراها كمان. وبيكملوا كمان طقوس الجواز، وبعد كده بيدور عليها فيتا في البيت بس مش بيلاقيها، ولحد لما بيشوفها هنا في الارض بتشوي فرخه هنا وبتكون سكرانه على الاخر، وبتقول له انت خفت عليا، وبيقول لها اكيد. وساعتها هنا بتعيط وبتقول له انت طلعت لي منين، طيب وحنين، ومهما اعمل فيك بتستحملني. وساعتها بيغمى عليها هنا على كتفه، فبيشيلها لحد البيت وبينيمها كمان، وبيخرج هو. بس بعد شويه بتطلع ايديها هنا وبتشاور له تعالى، فبيقول لها انا، وبتشاور له ايوه تعالى. فبيروح لها هنا وبتكون اول ليله ليهم. وبنرجع للمستقبل وبنشوف بعد كده المكان اللي بيجمعوا فيه العبيد، وازاي كمان بيعاملوهم بشكل سيء قوي، وبيلسعوهم كمان بالنار. وبنشوف هنا جوبان، وهو ده نفس الراجل الشرير اللي بيشتري الناس وبيحولهم لعبيد، والمساعد بتاعه بيقول للعبيد الكل ينحني هنا للسيد جوبان. بس ساعتها بتفضل كنكة هنا ووراها فيتا واقفين، وبنعرف ان نيسان باعهم هنا كعبيد علشان الخطه تكمل. فبتطلع كنكة هنا المنكل، وواحد بيقول لها احنا قلنا لك اقعدي مش تقومي تعملي اكل. وبتروح ناحيه شوبان، واللي بيقرب لها هنا بتقتله بالمنكل، بس مش بتقدر على المساعد بتاعه لغايه هنا لما بيهريها طرب. ولما فيتا هنا بيشوفها انها ما بقتش تقدر تكمل عليهم، بيقوم هو وبيروق عليهم وبيضربهم ضرب فاخر من الاخر، وبيخلص عليهم كلهم لحد اما هنا بيوصل للمساعد بتاعه، وبيقدر فيتا هنا يقتله لحد لما بيوصل هنا لشوبان، وبيفضل يضرب بالمنكل هنا على ايده. وبيقدر شوبان هنا يعرفهم وبيتوسل لفيتا ان هو يسامحه، بس بيقتله هنا بالمنكل. وكانكا ساعتها بتحتفه بالحجر وبيموت نفس الموتة. وبنشوف الكتة هنا قفلت الكتاب وقامت، بس حفيدتها باين كده عجبها القصة قوي، فبتفتح الكتاب ساعتها، وكتتها بترجع وبتقول لها لو عجبك كملي القصة. وساعتها البنت هنا بتوافق وبتكمل القصة على طول. وبنرجع هنا لشوبان وهو ميت، والمفتشة راما هنا بتحقق مع كل الموجودين، وبيحكوا ان هو راجل هنا وبنته وعينيهم كلها انتقام. وبتقول واحدة هنا ان اخر حاجة قالها شوبان سامحني يا فيتا. وفيتا هنا بيصلح عجلة عربية واحدة وبتشكره ساعتها، وبتنادي على البنات ييجوا يركبوا. وبتطلع هنا بيار منهم، وسان ساعتها بيشوفها وبيطلع ساعتها خنجره هنا بالراحة، وبيترعب ان فيتا يشوفها، بس بتركب ساعتها وبتمشي. وبنشوف بوشبة هنا وسنكاري كانوا هنا بيصوروا كتتها، بس بيجي هنا بيرا وبيعرض عليها تسيب جوزها وهو هيتجوزها على طول. بس بوشبة بتقول له انا بحب جوزي، وحبه هنا كون كنين في بطني، فبيفرح هنا الكل وبيبارك لها هنا. ويوم الولاده هنا فيتا بيكون قلقان قوي، وبتقعد سنكاري هنا مع فيتا وبتقول له هتجيلك بنت زي القمر وابقى ربيها زي ما انا ربيتك، لاني لسه هعيش حياه طويله. وبنعرف ان فيتا هنا محدش يعرف اهله، وان سنكاري هي اللي ربته. بس في اللحظه دي سنكاري وهي ماسكه ايديه بتقول له لسه قدامي حياه طويله، بتقع على كتفه وبتموت. وهنا بنسمع صوت الطفله وهي بتعيط، وكده بتموت سنكاري وبتتولد كانكا، وبتكبر كانكا هنا وسط ابوها وامها، وبتكون
حياتهم كلها حب، وكل عيد ميلاد بيكبوا عليها الياسمين. وبنشوف باباها هنا جايب لها تمثالين خشب، وبيكون واحد منهم هو اللي معاها. وبعد كده بنشوف عيلة واحد هنا اسمه رامي، ومراته هي اللي ماسكة كل الشغل، وهي بتكون ست كشعة قوي، وهو عنده كمان شلل من مدة طويلة، وعندهم طفلة صغيرة. وبتدخل مرات رامي وهي سعيدة قوي، وبتقول له كنت مفكرة ان عيلتك كلها ناس معفنة، بس عمك اول ما مات كتب لك 10 فداتين، وابن عمك جاي هنا يديهم لك. فبيقول لها رامي مين اللي قال لك كده؟ فقالت له ابن عمك. فبيبص رامي وبيشوف فيتا ساعتها، وبيعرف ان دولت فيتا وكنكة بنته. ومرات رامي بتعمل لهم اكل، وبنتها ساعتها بتطلع الحجرة من شنطة كنكة وبتقول لها ايه ده؟ ومامتها بتقول لها دخلي حاجة عمتك عيب كده. وبتقول لهم ساعتها انتوا هتباتوا النهارده عندنا. ورامي بيكون في نص هدومه وشكلك كده عامل عاملة. وتاني يوم بيصحى رامي ومش بيلاقي فيتا ولا كنكة ولا بنته، وبيسأل مراته البنت فين؟ دوري عليها بسرعة. بس الطفلة هنا بتكون اختفت. وبيصحى في رامي هنا لبره وبيبكي علشان بنته ومراته كمان، بس بتيجي الطفلة هنا وراها فيتا وكنكة، وبتقول لهم عمو فيتا شني على كتف ولعب معايا كمان. فرامي ساعتها بيخاف قوي على عيلته، وبيدخل البيت بسرعة وبيقفل على نفسه. ولما بيفتحوا الباب بيلاقوه ولع في نفسه، وبيتجمعوا اهل القرية وبيطفوا النار هنا. وكنكة ساعتها بتقرب منه وبتحط الحجر على ستره، وبيموت رامي. ومراته بتقول لهم سامحوني، وبيمشوا ساعتها. وكنكة ساعتها بتعدي التمثال الصغير تحت المية. وبالليل بتيجي المفتشة راما وبيحكوا لها اهل القرية كل حاجة حصلت، وبتعرف ان هم فيتا وبنته. وفي الشارع بتاع فتيات الليل بتكون بيار هنا بتستحمى، والنور بيقطع، وبتيجي تطلع هنا وبيكون سان هنا، واول ما بتشوفه بيمسكوا في بعض وبيحاول يقتلها، بس شوية هنا بيخرج وبتكون راسه مفتوحة. وبنرجع لاهل قرية فيتا وهو بيلعب مع بنته. واهل القرية ساعتها بيتكلموا عن موضوع بيرة، وان هو عمال هنا يعمل مشاكل والشرطة سايباه كده. ففيتا بيقول لهم بكرة في المحكمة انا همسكه واسلمه بنفسي، ايه رأيكم؟ والكل ساعتها بيوافق. ولما بيروح هنا مراته بتقول له هو انت مفكر نفسك ايه؟ مفيش خيرك اللي هتنقذ القرية، وبتقعد تجري وراه هنا بالخشبة. وتاني يوم في المحكمة القاضية بتشوف المحامية هنا سهاني وهي شابة، وبتقول القاضية ان بيرة عامل هنا شغب، والشرطة مش راضية هنا تمسكه. والقاضية لما بتسأل هنا الإصابة الأقرع انت ليه مش متعاقب بيرة؟ فبيقول لها ان هو هرب ومش عارف امسكه. وفيتا بيقول لها ان المحامي والصابت بياخدوا رشوة، وبيرة موجود هنا، ولو جبته لكم هتقبضوا عليه وتخلصونا منه. فالقاضية ساعتها بتقول له هاته، وبيطلع هنا المنكل بتاعه وبيفتح الشوال وبيكون فيه بيرة. والقاضية بتسيب كل حاجة وبتسكن فيتا علشان دخل هنا سلاح جوه المحكمة. والواضح هي كمان ان بتاخد رشوة، وبتدخل فيتا هنا السجن لمدة 3 ايام. ومراته وبنته هنا بيروحوا له السجن، وبتفضل تقول له في ستات في البيت مستنيينك، انت دلوقتي في السجن. بس وهي ماشية بتضحك له وبتسيب له كمان الاكل وهدوم، وبتوصي الصابت عليه، وباين قد ايه ان هي بتحبه. وبالليل القرية كلها بتكون رايحة هنا المهرجان الا بوشبة، وبتقول لهم مش هحتفل خير لما كوسي هنا يرجع لي. وبنتها كنكة هنا بتقول لمامتها انا هروح اصطاد حشرات مطيئة. فبتقول لها روحي بس ما تتأخريش عليا. وبعد كده بنشوف كنكة وبتمسك فراشة، والممرضة بتخيط هنا كان حسان، وبتكون المفتشة راما في المستشفى. بس هي بتدخل هنا الأوضة وبيطلع هنا من وراها فيتا، بس ساعتها مش بيشوفوا بعض. وفي الأوضة دي بتكون فيها بيار، وهي بتكون لسه ما ماتتش. وبتقول لها راما هو في ايه اللي حصل؟ وساعتها بيار هنا بتعيط وبتقول لها الموضوع ابتدى هنا من 8 سنين، بس مش بنعرف ايه الموضوع اللي ما بينها وما بين سان. وبنشوف فيتا وبنته هنا راكبين مركب في البحر ورايحين لقرية، وبيطلعوا كمان أسلحتهم وبيقفوا قدام باب زي باب القلعة. وبيدخل فيتا هنا وبيكون فيها بيرة قاعد على الكرسي، وبيقول له اتأخرت ليه كل ده؟ أنا كل ده وأنا مستنيك. وفي واحدة هنا بتغسل الدم من على السيف، وبيقول لها بيرة حبيبتي هو ده فيتا، والمهم إن شكلها باين كده لسه قاتلة واحد. وبتقول لها اقطعوا راسه وولعوا في باقي الجثث. وبتربط هنا السيف في هدومها، وبتقول لرجالتها هاتوا هنا حطب زيادة علشان باين كده هنولع في ناس كتيرة النهاردة. وبتقول لهم الراجل اللي قتلته ده كان بيرد عليا كتير فقتلته غدر، بس انتم بقى باين كده هتموتوا موتة تانية. وقول لي بقى يا سيدي كوسي بقى عمل فيك ايه؟ ده زي الملاك، هو بيسرق وبيقتل بس بعد كده بيجي على بيتي على طول. وبقى كوسي هنا تاب وبقينا بنقتل سوا، واحكوا لي بقى عمل ايه، وتعالوا بقى نعرف الحكاية من البداية. وبنشوف نار هنا وحواليها بيرة ولانشا كمان اللي كان عامل نفسه جاهل، ومستنيين واحد صاحبهم راح يجيب لهم واحدة. وبيجي صاحبهم هنا وبيطلع مين؟
مين؟ وبيطلع ساعتها رامي اللي بيتشل بعد كده، والبنت اللي كان جايبها هي بيار. وده اللي كل مجمع هنا بقى، وواضح ان هي ليله واحده عرفتهم كلهم على بعض. وطبعا بيار بتقول لهم انا اللي عامله حسابي على واحد بس، ماليش في المجموعات، وبتضرب رامي هنا بالقلم. فبيرة ساعتها بيقول لها احنا هناخدك هنا خدر، فبتقول له طيب وريني نفسك بقى يا شبح، وبتنزل تدي واحد هنا بالرجل وبتفضل تضرب فيهم، والاربعه مش بيقدروا هنا يمسكوها، بس هي بتكون هنا نينجا بتضربهم وبتروق عليهم، وبتسحب هنا خشبه مولعه وبتطور الضرب فيهم لحد لما بتعتمهم هنا العافيه، وبتشتمهم ساعتها وبتمشي. وبعد كده بيقوم بيرة وبيقعد يشتمها، وفي اللحظه دي بيسمعوا صوت خلخال، وبتكون ساعتها دي كنكه، وبتكون طفله لسه ما كملتش 12 سنه. والحيوانات الاربعه مش بيفكروا هي عندها كام سنه، بس هي انثى وخلاص. ويلا بينا بقى، وبيكتفوا الطفله. وفيتا في السجن هنا بيقوم مفزوع، وكأن فيه هنا نغزه في قلبه، بس الشاويش بيقول له نام بكره هتطلع. وبيغتصبوها الاوقات، وبيكون سان ماشي بالليل في الحقل فبيشوفهم هنا، وساعتها هم بيكروا. وبيروح سان هنا وهو شايل كنكه ورجله هنا مكسوره على بيت فيتا، وبتطلع بوشبه هنا وبيحكي لها سان على اللي حصل، فبتشد المنكل هنا بتاعها وبتفوق بنتها وبتاخدها على الارض، وبتلاقيهم ساعتها هم الاربعه قاعدين. وبيرة هنا عمال يضحك وبيقول لها هي بنتك ولا ايه يا بوشبه؟ وبتقول لهم موتكم النهارده على ايدي، وبتنط هنا وبتنزل فيهم ضرب. واللي كان بتمسكه كانت بتفضل هنا تخبط فيه بالمنكل بتاعها هنا، وبتروق عليهم كمان وبتشرحهم هنا. وخلاص كانت هتقتلهم كلهم، وقربت هنا من بيرة وكانت لسه هتقتله، بس التلاتة هنا بيمسكوا كل واحد فيهم حجر وبيرفعوا ايديهم هنا وبيضربوها هنا على دماغها. وبتشوف كنكة كل حاجة وبيغمى عليها، وبتقع بوشبه هنا وشها على النار وبتموت ساعتها لان رقبتها بتكون اتكسرت. لكن رامي بيشتها هنا وبيقول لهم ان الست ماتت، احنا قتلناها واغتصبنا كمان بنتها. فبيرة هنا بيقول لهم في واحد بس هيحل لنا كل حاجه، وبيجي الشرطي هنا الاقرع وبيحكوا له على كل حاجه حصلت، بس هو بيقول لهم ما تقلقوش وكل حاجه بتمنها. وتاني يوم بيكون فيتا خرج من السجن وبيجي كاري هنا وبيلاقي مراته هنا ميته ونص وشها محروق، وبيفضل يصرخ وبيسال بنته هنا وبيعرف من سان كل حاجه حصلت. وكان كساعتها من اليوم ده وهي متصابه هنا بالتوحد، وبيروحوا على المحكمه وبيكون نفس المحامي والضابط الاقرع، وبيجيبوا هنا شاهد وبيقول ان هو كان على علاقه هنا ببوشبه، وقبل ما تموت بعتت له يجي هنا بيتها لان جوزها في السجن، بس بنتها كانكه هنا شافتنا وطلبت مامتها هنا من خير قصد بالطوبه على راسها وبتقع هنا تموت. وانا جريت بسرعه. والمحاميه سوهان بتقول لهم ان ده ما حصلش، وان الطفله تعرضت للاغتصاب الجماعي، وانا بطلب ان البنت يتكشف عليها، بس القاضيه بتقرر ان البنت الطفله هنا هي القاتله وهتفضل لسن الرشد في السجن بتاع الاحداث. والاب لما بيعرف هنا بيتكن قوي، ولما بيشوف الشاهد السور اللي شاهد على مراته هنا بيحرقه، واهل القريه هنا بيجوا وبياخدوا منكل هنا الفيتا، فبيمسكوا هنا وبيقتل المحامي ساعتها وبيضرب الضابط كمان من المنكل، وكان هيقتله بس اهل القريه هنا بيحوشوه وبيهرب الضابط. وكل ده بتسمعه مرات بيرة وبتقول لها ايه يعني انت مش اول بنت حد يغتصبها، وهي كل بنت يحصل لها كده تشيل منكل، ويلا روح اتجوزها هنا لاي واحد مخفل واستر عليها بدل ما انت ماشي كده تقتل في الناس، وبكره العالم هنا هيبقى اسوأ من دلوقتي ومفيش حاجه هتتصلح. ففيتا هنا بيقول لكنكه شايفه الست دي تعار على كل الستات، خلصي عليها. وفعلا بضربه واحده هنا بتفصل جسمها هنا عن رقبتها. وبيقوم بيرة هنا وبيطور ما بين فيتا وكنكه، وبيرة ورجالته حرب هنا بالسكاكين، وكنكه بتقتل كل اللي قدامها وفيتا كمان، لحد لما بيرة هنا بيرمي التراب في عينه، وساعتها فيتا ما بيعرفش يشوف حاجه، وكنكه بيتكتروا عليها وبيوقعوها كمان، وبتكون هنا انكرحت وبيفضلوا يضربوا فيها هنا بالرجول، بس فيتا بيفتح عينه وكنكه بتقوم تاني وبيفضلوا يقتلوا في كل الرجاله، ومش بيتبقى هنا خير بيرة. وبتيجي ساعتها المفتشه راما وبتقف هنا وبتسيبهم يكملوا كل اللي بيعملوه، وبيقدر فيتا هنا ان هو يقتل بيرة وبيرميه كمان في النار. وبتيجي راما وبتقول لي فيتا انا كان ممكن امسكك من الاول، بس انا اللي بدات التحقيق، وفي البدايه كنت فاكره ان انت قاتل، بس بعد ما قعدت مع المحاميه سوهان حكيت لي قصتك، والست اللي جوايا رفضت ان هي تمسكك بس بعد ما تخلص كل انتقامك، بس الانتقام لسه ما خلص، بس لحد هنا انا لسه في حاجه انت ما تعرفهاش. وبنعرف بقى ايه العلاقه اللي ما بين سان وبيار. وبتحكي بيار ان يوم ما هربت من الاربعه المكانين طولت خافت قوي لحد يشوفها،
واستخبت في السرع، بس شافتهم هنا وهم بيعتدوا على الطفله، ولما كانت هنا تنقصها رجليها اتلوت فوقعت هنا وراسها اتخبطت واغمى عليها. وبتقول راما بس القصه هنا ما وقفتش هنا، والعسكري بيجيب سان من البوكس، وبتحكي راما هنا ان سان كان عايز يقتل بيار، بس لما ما عرفش بلغ هنا بيرا ان انت جاي وكان مستنيه ان هو يقتلك، بس انت نجيت منه. وسان بعد ما شاف بيرا والباقي هنا بيغتصبوا بنتك هم هربوا، بس النتل ساعتها كمل اغتصاب في بنتك، وصاحبك هو كمان اغتصبها. ولما فاقت بيار ولقيتها كده مسكت المنكل وهي اللي كسرت رجله، بس هو طلبها وهرب ساعتها. وفي اللحظه دي فيتا بيمسك صاحبه وبيقتله بكل وحشيه بعد اللي هو سمعه، وبيفضل بعدها هنا يرقص، وكانكا كمان بتفضل تضحك، وبيكونوا كده خلصوا كل الانتقام بتاعهم. وراما بتبص عليهم وهي سعيده قوي، وبنكتشف ان راما هي نفسها الكتة اللي بتحكي لحفيدتها، وان قصه فيدا دي قصه حقيقيه ايام الخدمه بتاعت المفتشه راما. وحفيدتها هنا بتفهم انها ما تنفعش تسكت، وبتلبس هنا وبتخرج على الشغل وبتركب الاتوبيس، وبيجي المتحرش يقرب منها، وفيدا وكانكا هنا بيشوفوا ست بتصرخ وبتقول اغتصبوا بنتي، وبنتها بتكون طفله صغيره وبتقرب منها كانكا وبتقول لها ما تخافيش. والحفيده بتطلع هنا القلم وبتخرس هنا السن في رجل المتحرش، وفيتا ساعتها بيقول للطفله ما تسيبيش حقك مهما يكون. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.